بتعمل ايه؟ مفيش وقت يا هبه. مفيش وقت على ايه؟ مذيع اسرائيلي طالع في القناه العاشره بتاعتهم بيقول ان الجيش الاسرائيلي يقدر يهزم الجيش المصري في 3 ساعات. ده فعلا. ده حقيقي. هو ما عندوش فكره الجيش بتاعنا ده عامل ازاي، وما عندوش فكره اصلا ميزانيه التسليح بتاعتنا بس عامله ازاي. دي كانت في سنه 2009 كانت حوالي 6.5 مليار دولار. الفكره مش في التسليح وبس، الفكره في عدد الجنود الذكور عندنا اللي صالحين للتجنيد 8 مليون ونص. احنا بنتكلم في عدد سكان اسرائيل على بعض، رجاله بستات ببنات بشيوخ باطفال 7 مليون و700 الف. طب بقول لك ايه، ما تيجي بقى نوريهم الجيش بتاعنا المصري اللي ممكن اسرائيل تهزمه في 3 ساعات بس. نبدا بالقوات الجويه. لنفترض ان انتوا قدرتوا على القوات الجويه، طب تعالوا بقى نشوف المدرعات. حتى المدرعات قدرتوا عليها. تعالوا نشوف البحرية. طب وهتعملوا ايه مع الصعقة؟ المذيع الاسرائيلي بيقول يا ترى هيعمل ايه الجندي المصري المسكين قدام الجندي الاسرائيلي قوي البنيان. طب يلا نشوف الفرقه 3 سبعات اقوى واشرس فرقه قتاليه في العالم. لنفترض ان انتوا قضيتوا على كل ده في 3 ساعات، هتعملوا ايه بقى مع الكفاح الشعبي اللي هو بيعتبر اخر خط دفاع للجيش المصري؟ مصر شبابها رجاله، تحيا مصر وشعبها كله ابطال، تحيا مصر مش هننسى دم شهدانا، تحيا مصر جاب لنا عزتنا من نظام. باختصار شوفوا الشعب ممكن يعمل ايه في العدو اللي جاي يحاربه ويستعمر بلده، وشوفوا اصلا الشعب المصري لما كانش عاجبه النظام اللي حاكم بلده خلعه ازاي. مش هنستسلم ونرجع تاني، تحيا مصر ولا نتنازل عن شيء، تحيا مصر مش عايزين غير حقنا الإنساني، تحيا مصر عدالة اجتماعية وعين، تحيا مصر مش هنسكت تاني ولا هنداري اللي في بالنا، كفاية ظلم وفقر وكفاية بقى من اللي جرى.
الجيش المصري مش هش زي المذيع الاسرائيلي ما بيقول، عشان هو ما قدرش على المتظاهرين، لان الجيش بتاعنا ما يقدرش ان هو يضرب ولاده، لان ببساطه ما ينفعش ان الاخ يضرب اخوه. بس خلوا بالكم عندنا الاخ ما ينفعش يضرب اخوه، انما ولاد العم لو جم ساعتها هيتمنوا الموت لو فكروا يقربوا من جندي مصري، وساعتها مش هيطولوه. وبعدين طالما انتوا جامدين قوي كده ليه قدمتوا لنا اعتذار؟ عايز اقول لكم حاجه، الشعب المصري سواء رجاله بنات اي حد، والجيش اولهم، بيحب الموت قد ما انتوا بتحبوا الحياه. عارفه قبله ابقى مين، ابقى كلمه كل عصر، اسمي ايه وبكل فخر، اسمي اعظم اسم، اسمي مصر.